أرحب بالصديق والناقد الرياضي بجريدة المصري اليوم الأستاذ بليغ أبو عايد. مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، ربنا يخليك. الجزء الأول أنت حابب تتكلم في شركة كرة القدم ورابطة المحترفين وهذه الأمور، اتفضل. طبعا يا كابتن، يعني برضه خلينا كابتن من البداية يكون واضح إن أنا مش منحازين لطرف ضد طرف، لكن إيضاح الحقيقة. في لبسة كابتن حصل في موضوع الشركتين، في موضوعين. في الموضوع الأول هو كان بيناقش النهارده في اجتماع الأندية اللي هو إنشاء شركة لإدارة دوري المحترفين تحت المسمى رابطة أندية المحترفين. شركة تدير رابطة المحترفين. رابطة المحترفين. شركة متخصصة. تتبع لها الأندية. كويس. اللي انهانا معايا كابتن مذكرة التفاهم اللي هو النهارده تم عرضها، اللي تم إعدادها المستشار محمد فهمي رئيس اللجنة والمجموع معاه. كل الكلام ان كابتن كان استنادا للمادة 18 من لوائح الفيفا، وحصل تجاهل لقانون الهيئات الرياضية. قانون الهيئات الرياضيه اللي هو بيحكمنا بالوضع الحالي، قانون سنه 77 مفيش خلاف على انه قانون عفى عليه الزمن، مفيش خلاف، لكن هو المحكومين بيه. اللجنه حاولت تستخدم من الفيفا فزاعه لارهاب الناس والتاكيد ان هو لو ما تمش الامر اللجوء للفيفا. الفيفا لا يوجد تعارض بين الفيفا والقانون في الجزئيه دي. نعم. دي البحث عن مصالح شخصيه من وجهه نظري. لان هو كابتن نص القانون بيؤكد الماده 59 من القانون الهيئات الرياضيه اللي انا جايبه معايا ده، بتاكد على ان هناك 3 جهات فقط اللي معترف بها: اللجنه الاولمبيه والاتحادات والانديه اللي ليها حق ممارسه النشاط الرياضي. اللجنه الاولمبيه والاتحادات والانديه الجهات الثلاثه التي لها حق ممارسه النشاط الرياضي. بما يعني ان الشركه اللي هم بيقولوا عليها دي لا يجوز لها ولا يتم التعامل معها. مش كده وبس يا كابتن. ده اللي بيخالف نص الماده يتعرض للحبس مده لا تزيد على 6 أشهر وغرامه لا تزيد على 100,000 جنيه. ده وفقا لنص الماده 109. الماده 109 من قانون الرياضه المعمول به. من يخالف ذلك يعرض نفسه للحبس. اذا انت بتستند للوائح الفيفا. لوائح الفيفا انا معاك في الماده 18 بتنظم وفي رابطه محترفين، لكنها لم تلزمك بانشاء شركه. لم تلزمك. في احنا وفقا للقانون في الماده 91 من القانون بيوافق انه يعمل اتحاد نوعي. ايه هو الاتحاد النوعي؟ نفس المسمى بتاع رابطه الانديه المحترفين والانديه وتمارس نشاط، لكن يتبع المجلس القومي ماليا. اوكي. الانديه بتقول لك لا احنا مش عاوزين نبقى تابعين لحد، وده الموجود في مذكره التفاهم في الماده 4 من مذكره التفاهم، اللي هو بيعتبره ان هو الرابطه، ان هو رافض افراغ الرابطه في شكل لجنه او اتحاد نوعي، لانه ده بيقول لن يحقق الاستقلال المالي والاداري. انا بتساءل اهم شخصين موجودين دلوقتي الكابتن حسن حمدي والاستاذ ممدوح عباس. ايه الاصرار على انه عدم عمل اتحاد نوعي والاصرار على استقلال ماليا؟ لماذا تخشى الرقابه الماليه؟ ليه انت مش عاوز يبقى رقابه ماليه عليك؟ القصه كلها انت عاوز تعمل شكل محترم ودوري محترفين، لماذا لا تتبع قوانين بلدك اللي ما فيش اي تعارض مع الفيفا؟ ليه مصر على انك انت عاوز تشهر رابطه لا اساس لها من وجود شركه مساهمه غير موجوده يا كابتن نص من القانون؟ فانا باكد كده يا كابتن من خلال برنامجك انه جميع المحاولات التي تتم في الوقت الحالي بمجرد وصولها الى المجلس القومي للرياضه، المجلس القومي للرياضه هيرفضها. هيرفض الانشاء في شكل شركه مساهمه. الحل الوحيد هو انشاء اتحاد نوعي. اتحاد نوعي عشان الناس تبقى فاهمه يا استاذ بليغ، اتحاد نوعي ده هيبقى تبعيته برضه للمجلس القومي للرياضه. هو كابتن النص الماده 91 بتشكله بذكر الاتحاد النوعي وهيئه تتكون من انديه وهيئات او جمعيات من الخاضعه لاحكام هذا القانون تتماثل في اغراضها او نشاطها كله او بعضه بقصد تنظيم وتنسيق اوجه هذا النشاط. وتنظيم وتنسيق اوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفاده. يبقى نفس الغرض يا كابتن. يعني انت عاوز تنظم مسابقه نفس الاتحاد النوعي. طب ايه المشكله انه ما يعملش ده؟ الانديه رافضه لانه هيتبع ماليا المجلس القومي للرياضه. بس كده عشان الناس تبقى فاهمه. الخلاف انه يتبع المجلس القومي للرياضه يعني هو مش عاوزين رقابه او اي حد يراقبهم ماليا. انت بوجب على كلامك الكابتن حسن حمدي له رغبه طبعا والاستاذ ممدوح عباس ان تكون لك شركه مستقله هي اللي تدير كره القدم، وهذه الشركه المستقله لا تتبع اطلاقا المجلس القومي للرياضه. تمام. وسيشغل اكيد الكابتن حسن منصبا هاما، ربما يكون رئيس الشركه او الى اخره، ومش دي قضيتنا. عايزين يستقلوا ماليا على الاتحاد ده. في كمان حاجه ثانيه يا كابتن، انه الماده 63 من القانون بتؤكد انه الجهه الوحيده التي لها حق الاداره هي مجلس اداره الاتحاد. اتحاد الكره. مجلس اداره اتحاد الكره. يبقى اذا الشركه دي لن تلغي دور مجلس الاداره لحين تعديل القانون، لكن في الوقت الحالي انت ملزم انك انت تتعامل مع مجلس اداره الاتحاد.
طيب هذا فيما يتعلق بشركه خاصه تدير كره القدم المصريه، هذا الامر محكوم عليه بالفشل وتعريض القائمين عليه الى الحبس والغرامه. وتعريض ما حدش هيمضي، هيبعتوا ورقه من غير امضاء لانه لا يمضي الا في الشان اتحاد نوعي، مفيش مشكله. انت ليه لماذا تخشى الرقابه؟ هو مش عايز تبعيه ماليه. ليه احنا بنخليني الفيفا فزاع علينا؟ لا ده في كل حاجه. ليه ده في كل حاجه، مفيش اي تعارض. ده انا عايز اقول لك ان انت لو حتى ما عملتش دوري محترفين السنه الجايه ولا تفرق حاجه، ولا الاتحاد الدولي قال لك هلغي لك نشاطك ولا ما شارككش، ولا الكلام ده على الاطلاق. هي بس فزاعات احنا بنعملها. في مصالح شخصيه هي التي تحكم. هي دي المشكله، هي اللي تحكم. بس لازم مصالح الشخصيه تتوقف بقى في العصر الجديد. لا مفيش يا كابتن، مفيش. ويعني انا شايف اللي هو التقارب الحاصل بين رئيس النادي الاهلي ونادي الزمالك ليس الغرض منه الصالح العام اكثر منه المصالح الشخصيه. طيب ده بالنسبه للشركه الخاصه اللي هم بيتكلموا فيها. الجزء الثاني بالنسبه للانديه، موضوع مرتبط. بالنسبه للانديه دلوقتي في اتجاه انه عمل شركات، برضه بيتردد ان هو لا الفيفا مضطرين لازم نعمل شركه مساهمه للانديه لكل نادي ده برضه يا كابتن كلام غير صحيح. والدليل انه اكبر ناديين برشلونه وريال مدريد من يدير مجلس الاداره، وجود في اداره متخصصه مستقله ماليا. احنا عندنا في لائحه الانديه في الماده 16 خيارت الانديه اما انشاء اداره مستقله بميزانيه خاصه لاداره فرق الكره، او انشاء شركه مساهمه، ولكن يا كابتن شركه مساهمه لتسويق النشاط، بس لازم تاخد موافقه الجمعيه العموميه على اشهارها والجهه الاداريه المركزيه. اللي حاصل دلوقتي يا كابتن في مجلس اداره النادي الاهلي وخناقات، وهيتم اسنادها الى هيرمس او شركه سي كابيتال، ده كله كابتن صراع وهمي لانهم بيخدعوا الناس. انا النهارده كنت جالس مع احد الاعضاء. هيرمس معلوماتي انها خرجت. هو كان اللي هو الكلام اللي كابيتال بس. الكلام يا كابتن النهارده كنت باجي يعني مع احد الشخصيات المشهوره في النادي الاهلي اللي هو مقرر خوض الانتخابات، فبوضح له الامور. قال انا كنت متخيل انه احنا لما ندخل مجلس الاداره هيبقى زي مركز شباب مالناش دور زي اللي احنا فاهمينه، وانه هي لجنه اللي هي الشركه دي هي تدير كل حاجه. لكن يا كابتن الكلام ده خاطئ، لأن هو المادة 91 من لائحة الأندية المنظمة حددت دور اللجنة اللي هي الشركة المساهمة. اللي هي كابتن بتقول نص المادة دي. نعم. الشركة المساهمة اللي هي بتقول لك ان هو فكره انشاء شركه الاهلي لكره القدم وطرحها اسهم في البورصه ده يخالف نص الماده 91 في لائحه النظام الاساسي للانديه التي حددت دور شركه اداره كره القدم في الانديه. دورها يا كابتن تسويق النشاط، الامور الماليه المتعلقه بتسويق الزي الرياضي والشعار وبيع وشراء اللاعبين، ولم يرد ما ينص على احقيه الشركه في طرح اسهم البورصه. ده في حاجه بقى اخطر من كده، لما كان ما فيش كلام على ال8 سنوات او ان كل المجالس هيبقى قاعد فوريفر يعني قاعد على طول، كان الكلام ان الشركات دي لما هتنشأ هيمثل فيها مجلس الإدارة ولن يتم اعتماد قرارات هذه الشركات إلا بموافقة مجالس إدارات الأندية. وده الصح يا كابتن. وده هم عايزين دلوقتي غير مش كده خالص. دلوقتي بدأ الكلام بقى عن الفيفا. وان هو حتى جايبينها في نص الماده يا كابتن برضو من المذكره، الماده 5 الماده 3 الفقره 5 من المذكره التفاهم بيقول لك الاعتراف بشركات كره القدم التابعه للانديه كاعضاء بالاتحاد المصري لكره القدم. وصل الامر انهم عاوزين يلغوا النادي خالص يا كابتن. والكلام ده خطا ومخالف للقانون، واعتقد ان هذه تبقى مخالفه لو النادي الاهلي اقدم عليها، مخالفه تستوجب حل مجلس اداره النادي الاهلي. انا بقول لك كابتن مجلس اداره النادي الاهلي مهدد بالحل في حاله اشهار شركه بالمخالفه للقانون، لان هو وفقا للقانون وفقا لنص الماده 63 و64 من القانون ان هو من يدير مجلس الاداره، ودور الشركه المساهمه هو التسويق. وهم كانوا مصرين على كده لما ما كانش في 8 سنين. تغيرت الامور بتغير المصالح. سبحانك يا رب. يا كابتن انه مجلس اداره النادي الاهلي يخوض معركه خاسره بعد ان خسر معركه ال8 سنوات، معركه فاشله مره اخرى، لانه المره دي بتحكمه المصالح الشخصيه للكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، بيحاولوا يحافظوا على مناصبهم وايجاد مناصب وهميه، لانهم بقى لهم دور بعد ما فشلوا 8 سنين. وبقول لهم يا كابتن دي برضه خطوه فاشله ومعركه فاشله هيخوضوها، لانه في النهايه لا يصح الا الصحيح يا كابتن. ومع الاسف صفوان ثابت كمان استقل بهذا السبب. او قانون يعني هو قانون بنعترض عليه، هو القانون اللي موجود، هو القانون. ومفيش تعارض مع الفيفا كابتن برضه عشان ما استخدمهاش فزاع علينا، لانك انت لو انشات اداره متخصصه بميزانيه مستقله خلاص من حقك تنضم لدور المحترفين. ولما تحب بقى تستقل اعمل جمعيه عموميه للانديه كلها، والانديه كلها تاخد القرار. اكيد طبعا يا كابتن. اكيد بالظبط. طيب انا عشان ضيق الوقت الشديد بس انت شرحت لنا امر بالغ الاهميه بما ان انت بليغ. لانه هو الامور كده يا كابتن، ان هو الناس كانت بتروج لمفهوم خاطئ انه خلاص انه مجالس اداره الانديه تحول الى خيال مآتة. ما
ما يبقى لهاش اي دور. الكلام ده كابتن لا صحه له. الحقيقه ان هو في دي مصالح الشخصيه اللي بتحكم، وبيحرفوا اللوائح وبيحاولوا يستغلوا الفيفا وبيتجاهلوا القانون. هنطلع فاصل سريع جدا ونعود لقراءه صحافه اهل الغد.